السلام عليكم. تعالوا بقى يا حلوين نعمل مع بعض طبقات من الجيلي. بجد شكلها خطير والطعم بتاعها حلو قوي، وهتكون مناسبة تقدري تقدميها لضيوفك وكمان لأولادك. شايفين الطبقات حلوة قد ايه ومتماسكة شكل وطعم، وان شاء الله هتعجبكم اول ما تجربوها. اول حاجة معايا معلقة كبيرة من الجيلاتين، تكون معلقة هرمية، بضيف عليها ربع كوباية من المية. هقلبها كويس وهركنها على جنب. هنجيب بقى كوبايتين من اللبن او الحليب، هضيف عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا. تقدري تستغني عن الفانيليا بس هي بتدي طعم حلو قوي. هقلبهم كويس قوي وهرفعهم على النار. اول ما يغلوا معايا هننزل بالجيلاتين. شايفين بيتكتل معانا، يعني خطوة ان احنا بنسيبه على جنب ده هتلاقيه حجمه بيتضاعف ويعمل معاكي على شكل قطعة كده. هو كده تمام. هقلبه بقى واسيبه على جنب. هنيجي بقى لتاني طبقة معايا، هنستخدم فيها كوبايتين من المية المغلية، هضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، وهننزل بباكت من الجيلي، اي نوع جيلي تفضليه. بس عموما يعني جيلي الحليب بيحب قوي او بيرغب معاه الجيلي بطعم الفراولة، بيكون طعمه حلو قوي. هقلبه بقى كويس وهضيف عليه معلقة من الجيلاتين، عملتها بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الجيلاتين اللي ضفناه على اللبن. هنقلبهم لحد الجيلاتين ما يدوب معايا تماما، وكده بيكون جاهز معايا الطبقتين. هتجيبي بقى اي قالب عندك، اي شكل تحبي ان انتي تعمليه، وهتضيفي طبقات. اول طبقة ضفتها اللي هي جيلي الحليب ودخلتها التلاجة لحد ما تمسكت، وبعد كده نزلت عليها بطبقة تانية اللي هي جيلي الفراولة. وبنفس الطريقة برضو هنعمل بنفس الطريقة اللي انا عملتها معاكم، طبقة من جيلي حليب وطبقة من جيلي الفراولة لحد ما نخلص كل الكمية. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تنزلوا نفس الكم اللي بتنزلوه، يعني لو معاكي كوب معياري هتنزلي مثلا 50 ملي، يبقى 50 ملي حليب 50 ملي فراولة، بنفس الطريقة علشان تبقى الطبقات معاكي بس في الاخر شكلها متساوي، مفيش طبقة تكون سميكة عن التانية. وهنا كانت اخر طبقة معايا من جيلي الفراولة، نزلت بيها. وعلى الوش بقى هنكمل بطبقة جيلي الحليب. تحسي ان انتي اول ما بتنزلي الطبقات، الطبقة اللي تحتها بتكون اصلا بردت معاكي، فاول ما بتنزلي عليها بالطبقة اللي بعدها بتبتدي تتماسك معاكي، لان اوريدي الطبقة اللي قبلها كانت سقعت كويس قوي. هدخلها بقى التلاجة، هتاخد حوالي ربع ساعة كل الطبقات معايا تكون تماسكت. وزي ما انتوا شايفين بقلبها بتتقلب معاكي بكل سهولة. طب لو ما تقلبتش معاكي هتعملي لها حمام بخار، هتجيبي اي طبق او بولة نحط فيها مية مغلية وننزل بالقارب بتاعنا فيه، ويدوب بننزل القارب بتاعنا في الصينية او الطبق اللي فيه مية مغلية وبنرفعه. مبياخدش معاكي نص دقيقة وبتلاقي الطبقة فكت معاكي وخرجت بره القارب بكل سهولة. ده طبعا في حالة لو انتي حسيتي ان هي مش هتخرج. وممكن كمان ان احنا ندهن القارب بتاعنا اللي هنستخدمه او اي فورمة هتستخدميها بمسحة بسيطة من الزيت، هتلاقيها خرجت معاكي بكل سهولة. انا قلتلك اكتر من حل بحيث لو حسيتي ان القارب او الفورمة مش عارفة تخرجلك الشكل اللي انتي عملتيه. هنا بقى بقطعها زي ما انتوا شايفين، بتتقطع بكل سهولة وفي نفس الوقت الطبقات متماسكة، وبجد طعمها خطير. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتقولولي بتتابعوني منين، ومستنية انكم تجربوها وتقولولي رأيكم، واثقة ان شاء الله انها تعجبكم. شايفين قد ايه شكل الطبقات حلو قوي، بجد تفتح النفس. يلا بقى قومي جربيها لاولادك وفرحيهم، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.